الملعب دول والماتش اللي فات وماتش بنين كان في ناس ليها نصيب، ليها دور كبير ان احنا ما نوصلش. فانا قلت لعيبتي انت عارف معنى كده ان ايه؟ انت بعبع افريقيا، انت بعبع افريقيا، انت احنا الاسود. يعني خلينا صراحة، احنا ليه هنكدب؟ هو احنا ما بنشوفش يا كابتن حسام؟ اذا كان كنا في الاستاد او بنتفرج على الماتش في تلفزيون ولا حاجة، ما بنشوفش احنا؟ سبحان الله يعني. خسرنا نسكت، ما ندخلش الدنيا ببعضها. كابتن ابراهيم طالع بيقول لك احنا كنا قاعدين في بنسيون. بنسيون ايه يا كابتن ابراهيم؟ كل الكلام ده معلش على جنب، وعندي سؤال واحد: هل الجمهور هو اللي خسرك؟ لا، انت كنت سيء، انت ما كنتش موجود، انت ما جيتش الملعب حرفيا، فما ترميش الخساره على المدرجات وعلى الجماهير، لان ده مش حقيقي. الجمهور كان ضدك عادي جدا، اللعيبه اللي موجوده في الملعب دي ياما لعبت ماتشات خارج الارض 100% بقى من الجماهير فعلا ضدك، ايا كان الجمهور المغربي اللي كان موجود اللي هم بيشجعوا يا سيدي السنغال. المغاربه والمنتخب المغربي والكابتن وليد الركراكي اكتر ناس يعرفوا السنغاليين اكتر مننا كمان، احنا لعبناهم كتير وعارفينهم كتير، ولكن المغاربه يعرفوا السنغاليين اكتر مننا. اسلوب نيجيريا مش زي اسلوب السنغال، السنغال بتلعب كره مفتوحه، فعدم استغلال الهفوات اللي كانت بتيجي لدفاع نيجيريا النهارده، وعدم استغلال الاخطاء، وعدم ان انت ما يكونش عندك اللمسه الاخيره صحيحه، السنغال رجالة المغرب النهاردة مش بس فرحوا جمهورهم وشعبهم، ولكن ده لقنوا حسام حسن ولاعب المنتخب المصري درس قاسي، درس قاسي في الروح والعزيمة والإصرار، إنك داخل عايز تكسب، مش هداخل ادافع واستنى غلطه للسنغال. لا، ومن البجاحه كمان حسام حسن يقول لك ده فيه جهات ويد في ان مصر ما توصلش للفاينل. يا اخي انت مش مكسوف؟ مش مكسوف على دمك يا اخي؟ حس يا اخي، جهات ايه ويد؟ انت عارف شو يعني الى النهائي المغرب، الى النهائي كأس افريقيا؟ اداء كاريزما لن يوقف احد المغرب للفوز باللقب الثاني في تاريخه. المغرب حجم نيجيريا بشكل حرفي بالمباراة، بس ما توفق وسجل فيها اهداف. راحت المباراة لركلات الجزاء وبونو كفى ووفى. وهيك المغرب والسنغال في نهائي كأس الافريقية، وان شاء الله الفوز مغرب. المغرب لمحت لنا من بدري، بس احنا ما فهمناش الطيارة. كانوا حاطين الطيارة دي في المؤتمر الأخير لكابتن حسام حسن قبل ماتش السنغال، بس احنا ما فهمناش. وانا قلت لك حاطين الطيارة دي عشان احنا هنركب الطيارة، هنطير على بلادنا وادينا هنركبها، ادينا هنركب الطيارة. مبروك يا عم ركراكي، مبروك مبروك يا باشا، مبروك يا بتاع السنغال، مبروك يا... بعد ماتش المغرب فهمت كويس قوي قيمه حارس المرمى. احنا بعاد قوي قوي قوي. كنت تقدر تفرد ايدك يا شناوي، والله العظيم كنت هتنام مصر كلها حزينه النهارده. افرد يا عم ايدك. يا جماعة، اللي وقف اسبانيا في كاس العالم ما بوقف نيجيريا. يخرب بيتك يا بونو، مرعب مرعب. خوتي السلام عليكم. شاهدوا معايا خوتي واحد يماني اش كيقول على المنتخب المغربي. شاهدوا معايا، خليوكم مع المقطع شاهدوا بعويناتكم. في حالة انتصار المنتخب المغربي على المنتخب النيجيري بدي البس فستان واطلع وارقص. تخيل البس لك فستان ومكياج والبس لك شال واطلع ارقص لك رقص شرقي على اول يا معلم. ثقتي في نيجيريا ثقة مليون. وانا كنت حداك وكنت حداك ان شاء الله الفوز. يفوز المغرب، المنتخب المغربي يفوز ويتفوق على نيجيريا ان شاء الله ب2-0. وعندك ما ديرش هذاك الشيء اللي قلتي. هذيك الساعه نعيط عليك سوسو، البسي لي الفستان يا سوسو، اوكي؟ البسي لي الفستان واعملي مكياج امام المتابعين ديالك، وانت راه شهد كلامك امام المتابعين ديالك. وخوشي المغرب وديما ان شاء الله مربوحه، والكاس ديالنا خوتي. والتوقع ديالي هو المغرب يفوز على نيجيريا، والسنغال تفوز على مصر، وندوزو الى النهائي حنا والسنغال، وحنا اللي نديو ان شاء الله الكاس.